السلام عليكم، مرحبا بكم شينوغا. وقيلا هنا هي اخر وحده غدير هاد الترند ديال شوكولا دبي في المغرب. لان صدعوني عليه بناتي بزاف وصورته شحال هادي وما كتبش كاع نحطو صراحه مع الحساسيه وحلقي دارني ما كنساليش كاع باش ندير المونتاج. المهم جربته وقلت نتقاسم معكم الطريقه باش جربته بها، وصراحه ساهل ماهل، ولكن غنعطيكم الراي ديالي بصراحه فيه. المهم كلشي كيعرف راه فيه كنافه بات بيستاج الشوكولا. هادوما ثلاثه ديال الحوايج المهمين. اهم حاجه ان الشوكولاط يكون نوعيه جيده. انا درت هنايا بيستوبيل 55%. صراحه ما كاينش مقادير، انكم ميزانكم حسب المول اللي غتستعملوا. انا درت واقيلا 200 غرام ديال الشوكولا نواغ و200 غرام ديال الكنافه. عندي هاد البواده ديال بات بيستاج. الكنافه كانت عندي في الكونجيلاتور، سكيفي غير هكا حتى تابيتي دغيا تفرتات، ما احتاجيت لا نطحنها لا حتى حاجه. لا خديتوها طريه راه غتقردوها رقيقه. وعندي هذه بات بيستاش 100% بيستاش، وبيني وبينكم بصراحه ما عجبتنيش بزاف لان ما فيهاش سكر نهائيا، يعني ما مغشوشاش. بوغ بيستاش 100%. انا برايي الخاص نديرها مره اخرى. زعما نفضل ندير ماشي باتا بيستاش اولا زبده البيستاش، نفضل نديرها بكريم بيستاش اللي كتباع بالعبار اللي حلوه، لان هذيك كيزيدوا فيها الشوكولاط الابيض. وهنا باش ما تقوليش مقاطعون ما درتش اللوتيس، بديل اللوتيس بكيلوس حتى هي غنجربها بها معكم ونعطيكم الراي ديالي فيهم بجوج. صافي اللي غنديروا ان داك الشوكولاط غنديروا في الميكرووند يذوب. هنايا بغيت نهضر لكم على ليمول. هاد ليمول اللي كيجيو د السيليكون، المنظر ديالهم كيجي غزال ملي كندير فيهم هكا دي طابليت شوكولا للدراري، ولكن المشكل ديالهم ان ما فيهمش العلو، يعني ما غيصلحوش نهائيا هاد شوكولا دوبي، لان كتبغي العلو باش يجي طبقه الشوكولاط وتبقى الكنافه وتبقى اخرى الشوكولاط، يعني خص يكون واحد شي شويه ديال العلو. المهم كيف هادو راه ما صالحين لياش دابا. كاينين اللي خاصين بشوكولا دبي كيكونوا غارقين على هكا. ما عندكم لا مولات لا والو، جاتني فكره هذه ديال هاد لي باركيط ولا لي غامكان ولا سميتهم ديال الالومنيوم كيتباعوا هكا. وفيهم بحال مزوقين منهم فيهم حتى هي بنت لي غيجيو زوينين. المهم انا اخر حاجه كنت غندير هاد المول ديال السيليكون ديال الكيك باش يجيني ساهل في الديمولاج. هنا درت طريف ديال الزبده مع الكنافه وخليتها كتحمر غير في مقله بلا فران بلا والو حتى خدات داك اللون الذهبي زوين. الشوكولا دوبتو في الميكرووند. هو الشوكولا خصو طومبيراج كيرون الدنيا وكيجلط، وخص يكون الشوكولا كتير. هنا كميه غير بسيطه، فقلت غنديرها غير في هاد السالاديه هادي، وبديت كندير لها بحال كنديروا مكروناج، كنجلط السالاديه الجناب كامل ونعاود نجمع. الهدف من الطومبيراج هي اننا ننزلوا درجه الحراره ديال ديال الشوكولات. اللي ما عندوش الميزان غتبقاو تبردوا هكا في الشوكولات، تحركوا وتعاودوا تجمعوا وتخلطوا فيه حتى يبرد. هذا هو الهدف، انه يبرد. انا استعملت الميزان، انا لقيت فيه 34 الحراره. غنبقى كنطومبيغي غير هكا في هاد الصالادي حتى يبرد ويوصل داك 28 29 درجه. صافي باش كيجي داك الشوكولات مقرمش وزوين، وما كنضيفوا له حتى حاجه طبعا، لا زيت لا حتى حاجه. صافي هنايا غنجيب داك الكنافه اللي حمرت، تاخدات هاد اللون زوين، راه كتبان غير بقى شويه مع الكاميرا وكيرى اللون ديالها هو هذاك. وغنضيف لها هاد الزبده ديال البيستاش. انا قلت لكم انا بالنسبه لي نفضل كريم بيستاش. كريم بيستاش راه كتباع عند مولي لوازم الحلويات بالعبار، لونها فاتح شويه على هذا، ولكن فيها المذاق صراحه زوين، لان ضايفين لها الشوكولاته البيضاء على ما اظن، المذاق ديالها زوين. ولا استعملت زبده البيستاش اولا باتا بيستاش اللي كتباع بالعبار، هي صراحه غاليه، راه 10 دراهم كيعطيك فيها معلقه كبيره بالضبط. حتى هذه راه جابتها لي الوالده من برا، صراحه غاليه. وجابتها على الدراري صدعونا على هاد شوكولا دبي شوكولا دبي، صدقه سدات لي النص في القرعه. المهم ما عليناش، خلطت داك زبده البيستاش مع الكنافه حتى انسجموا مزيان مع بعضياتهم. هنا بغيت نزيد شويه، دوبتها شي شويه في الميكرووند باش جاتني ساهله على المره الاولى. انا الخطا اللي درت هنا الصراحه كان خصني نزيد واحد شويه ديال السكر،
مع هاد التخليطه هادي. ولكن قلت برك علينا غير الحلاوه ديال الشوكولاط بركه. هنا باش يعطيني اللون زدت واحد شويه ديال اغون بيستاش، ولكن مع ذلك ما كيعطيش شي لون داك الخضر اللي كنشوفو في الفيديوهات، راه قوه الصبايغ. بات بيستاش راه ما تعطيش داك الخضور الزوينه. المهم نحرك هاد المكونات مع بعضياتهم حتى ينسجموا مزيان بهذا الشكل هذا. صافي هنا غنجيب المول ديال السيليكون اللي غنستعمل ولا اي مول غتستعملو، غنخوي فيه داك الشوكولاط اللي داب ودرت له طومبيراج. ما نكثرش بزاف باش ما تجيش داك الطبقه غليظه بزاف عاوتاني ما تجيش زوينه. حاولت انني نمشيها على هاد السيليكون ونطلعها شي شويه من الجنيبات، باش طبعا من نديرو الكنافه يكونوا الجناب مغطين، ما تبقاش كتبان الكنافه في الوسط. المهم بهذا ما غير زعوناتني ولا بمعلقه باش ما كان. المهم تحاولوا انكم الطبقه ما تكونش غليظه، ولا كان شي ديفو ولا شي حاجه من بعد ما تجمد راه نعاودو نقادوها وندخلها هنا للثلاجه حتى تماسك. عاد نحط فيها لداخل الكنافه. هنا الكميه اللي نقص قبيله من الكنافه نضيف لها هذه زبده اللوتيوس. صراحه انا من عشاق زبده اللوتيوس، كاين اللي ما تتعجبوش وكاين اللي تتعجبو. قلت انا نجربتها بها مادام زبده، لان الترند ديال شوكولا دبي راه ماشي غير بالبيستاش، هي البيستاش اللي تشهرت اكثر. ما هي الكنافه فيها بزاف ديال الاضافات، زعما فيها بزاف ديال الاشكال. الكنافه كيزيدوا لها بزاف ديال لي زاغون، بزاف ديال الاضافات. فقلت علاش لا انا نجرب هذه بزبده اللوتيوس. غير انا قلت غندير غير هذا المول هكذا صغير للدراري، غندير غير 2 حبات يعني ماشي كميه كبيره. فقلت لكل مول غير هكذا صغير. نفس الطريقه ندير طبقه ديال الشوكولاته السوداء وندخلها للثلاجه حتى تجمد ونعمرها بالكنافه ونعاود نغطيها بالشوكولاط. يعني لا داعي انني عاد نصورها. هنا الشوكولاط ديالنا راه تماسك، غنخوي فيه هاد الكنافه ونحاول نقادها مزيان. ولا انا بانت لي كثيره عاوتاني الا جات طبقه غليظه بلا قياس ما غتجيش زوينه، فنقص منها شويه. الا كنت شفتو واحد الشورت وداك الشويه اللي نقص كنت زينت به الوجه ديال واحد الكيك جا غزال. الكيك اليومي العادي، وزدت فيه من الفوق داك الكنافه اللي شاط ليا. والله الا جات زوينه اللي شاط لي من الكنافه بالبيستاج وباللوتيوس بجوج وخلطتهم من الفوق ديال الكيك جات غزاله. هنا من بعد ما قاديت السطح صافي غنعاود نخوي شويه ديال الشوكولاط اللي دايب. وطبعا بحال اللي درنا في الاول ما تكونش طبقه غليظه بزاف، ونحاول نمشيها غير بشويه باش ما نخسرش داك الكنافه اولا تخلط ليا مع الشوكولاط. المهم السيليكون صراحه كيعاون، هاد لاماريز ديال السيليكون كتعاون. وهاد الطبقه راه اسهل لان غير كلشي وحده ما نطلعو لا مع جناب لا والو. اي بلاصه باقا ما وصلهاش الشوكولاط كنحاول نغطيها صافي، وكنحاول نقاد هاد الوجه ديال هاد الطابليت ديال الشوكولاط. هنا بان ليا شويه ناقص، زدت واحد شويه صافي وغندخلها للثلاجه حتى تماسك بهذا الشكل هذا. والزوين في السيليكون هو انه صراحه كيزول منه الشوكولاط بسهوله، ما كيعذب ما والو، كيجري داك الجنيبات وخرجتها بكل سهوله. داك الفراس راه ديال داك الجناب اللي طالعين هما اللي داروا داك الفلاتات، خصني غير هكا نقراطيهم ولا نقادهم. نجيب شي موس ونقاد به هاد الجنيبات. هي صراحه راه الشوكولاط ما خصنيش نقبطو هكذا بيديا لان ما يبقاش فيه داك اللمعه وغيضبب، ولكن هذا دايرها غير باش نزول شهوتي وشهوت بناتي من الشوكولا دوبي ماشي غنبيعها. صافي انا حيت ما دار هما نورمالمون كيديروا شويه الشوكولاط في لون اخر في الاول، انا ما درتوش فاضطريت انني في الاخر نزينها تزيين خاص اللي قال لي راسي. درت اوراق الذهب حتى هما صراحه جاو عطاو من هذا الغزال بهذا الشكل هذا. التزيير كيبقى اختياري بحال اللي كنقولوا ديما. هنا غندوز لهادوك 2 حبات اللي درت في المولد السيليكون الاخر. الاولى اللي درت قدامكم درت فيها غير هكذا الشوكولا نوار، والثانيه
بنتي كبيره قالت لي لا ضروري خصو يكون لون اخر، ومشات ذوبات الشوكولات في لون اخر، وقالت لي ديري هو الاول عاد ديري الشوكولات كحل. حتى هما جا شكل ديالهم هكذا زوين. نوريكم الثانيه درت فيها شويه ديال الشوكولات الصفر من التحت، جات داك النحيله في الصفر حتى هي الصراحه جات زوينه. هادو اللي عمرت بكنافه باللوتيوس. وصافي دابا بقى لنا غير التقديم واللحظه الحاسمه ديال طق نشوفوا هاد التهريسه ديال هاد الطابليت وندوقوها نشوفوها كي جات. واحد جوج ثلاثة هرس. وهذا هو الشكل ديالها من الداخل. الصراحة جات زوينة، الدراري حماقوا عليها تخاطفوا عليها كل ساعة طريف كل ساعة طريف تسالاوها. انا لانني من عشاق هادو بلا ما قلت انا من عشاق اللوتيوس، فضلت ديال اللوتيوس بألف درجة، حماقيت على ديال اللوتيوس. سورتو هادو اللي درتهم هكا صغيورين جاو غزالين، داك المذاق ديال اللوتيوس مع الكنافة قسما بالله جا خطير. انا بعدا جاني احسن من البيستاج بألف درجة. وكتبقى قضية أذواق. المهم جربوها وحيدوا تنتوما شهوتكم بحالي. يلا إلى اللقاء.